السلام عليكم الغزالات ديالي. اليوم جيت نتشارك معكم الشباكيه يا لاله. شكون فينا اللي ما دارت الشباكيه؟ نقول لكم انا اول سنه كندير الشباكيه لاني جاوني لي كوموند فيها، فاضطريت انني نصايب الشباكيه ونشاركها معكم. هذه اول فيديو ديال الشباكيه في قناتي. بصراحه جات خطيره وبنينه ومقرمشه ومجعبه وشاربه العسيله يا لاله. ايوا بقاو معايا حتى الاخر لا فيديو، غنتشارك معكم كيفاش درت ليها وكيفاش سهلت عليا الخدمه باش ما تجيني صعيبه، وكيفاش فرقت ما بين خدمه ديال الدار وخدمه ديال الزنقه. وصراحه راه جات واعره واعره واعره. ودرت كذلك البشنيخه حتى هي كتجي خطيره. بقاو معايا حتى الاخر لا فيديو. ايوا هذا هو الكوموند الاول اللي خرجت وتشاركته معكم، وان شاء الله غنشارك معكم حتى الاثمنه بشحال خرجت هاد الشباكيه وكذلك بشنيخه. انا رجعت لكم تاني. هنا عندي تقريبا 1 الكيلو 200 غرام ديال الدقيق ديال الحلوى يكون نوعيه جيده. عندي 2 المعالق ما يكونوش بومبي ديال النافع، معلقه كبيره ديال حليب غبره، راس المعلقه ديال الكوزه، وكذلك معلقه كبيره ديال القرفه. هاد المكونات الجافه غادي نبسبسهم بيديا مزيان مزيان. نخلط هاد العناصر مزيان. هنا درت واحد شويه الملحه، وحاولوا ان الملحه تكون رقيقه باش ما تعذبناش في الماكينه. مهم غنبقى نبسبس هاد غادي نبسبس هاد الخليط، وغادي نبيتو في الليل حتى الغد ليه عاد غادي نعجن الشباكيه. هكا كنقسموا الخدمه وما كتجينا صعيبه. الا بغيتو تضيفوا المواد الدهنيه دابا كلها ممكن تبسبسوها وتلغد ليه وتجمعوها بالماء الزهر. هنا غادي نضيف واحد 2 كيسان كبار اللي صهدتهم ماشي حمرتهم، غير صهدت الزنجلان وطحنته مع معلقه ديال الزيت مزيان مزيان. وغادي نصفيه. هنا غادي نخرجه من الغربال باش ما تدوش ليا شي حبه ديال الزنجلان اللي تقطع ليا العجينه. كيف شفتوا ها هو. ملي كتغربلوه شوفوا راه كيبقى واحد الحبيبات هنايا. وبعد ما بسبست وهذا راه بات الليله كامله بسبست الدقيق كيف شاركت معكم في الاول. دابا غادي نضيف الشيء الاخر. غادي نضيف هاد الخماره كيف كتشوفوا. غادي نغربلها. اي حاجه درتوها غربلوها باش ما تقطعش لكم العجينه. غادي ناخذ تقريبا واحد شي 4 الحبات ونطقطقهم مزيان ونغربلهم ونرجع لكم. صافي هنا راه حره. دابا غادي نضيف كاس ديال الزيت، نضيف كاس ديال الزبده. هنا الخل تقريبا عندي 4 كاس ديال الخل. وعندي صفر بيضه. غادي نعجن هاد المكونات. بسم الله.
هنا عندي كاس ديال الماء الزهر وضفت له واحد الضويمه. غادي نحاول نخلط هذاك. كنضيف الكاس ديال الماء الزهر. بالنسبه للماء تقريبا هزت ليا هاد العجين واحد 2 كيسان، يعني كاس الماء الزهر اللي شفتو في الاول وكاس الثاني و2 المعالق فقط. هذا هو اللي هزت ليا هاد العجين. والعجين خاصها تكون قاصحه شاده في راسها. انا غير شويه جمعتها، غير جمعتها شويه، ماشي ما رخفتهاش، وخليتها هكا ارتاحت. وشفتوا كيفاش جا الطوع ديالها، جا زوينه واخا هكاك شاده راسها، راه هي ماشي رطبه. من بعد ما قطعت مرسوات كنحاول نديرهم بنفس الحجم، والحجم اللي نقدر ما يغلبنيش صافي. وكنبدا كنطلق المره الاولى وكنحاول نشكلها على شكل مسمنه صافي، وكنحطهم شويه يرتاحوا بما قاديت شغالي، ورجع باش اللي نشكلها في الماكينه. هنا بعد ما ارتاحت لي العجين جيت باش نطلقها وندوزها في الماكينه. بالنسبه للماكينه انا عندي الواحد هو الرقم الكبير، و7 هو الرقم الصغير. الوغ غادي غندوز العجين في رقم 5. بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه رقم 1 هو الصغير، غادي يدوزوها في رقم 3. بالنسبه لطريقه التشبيك سهله. هانتوما بالنسبه لهاد التقطيعه عندي فيها 5 ديال الشرائح. رقم 1 كنهزو الفوق، ورقم 2 كنهبطو، رقم 3 كنحطو فوق رقم 1، كنهبط رقم 4، ورقم 5 كنحطو فوق رقم 3. يعني الاعداد الفرديه مع بعض والاعداد الزوجيه مع بعض. كنحاول نقاد ونرتب ما بين الفوق والتحت. كنحل الجناب باش نفرق ما بين دوك 2 شرائح. كنضغط هذيك الرقم 5، كنضغط ليها الجناب ديالها، كنجمعهم بحال هكا، هي الورده اللي كتجينا الوسط وصافي. وكنقلبها فوق الرخامه. انا هنا كنحاول ببطء باش اللي يبان لكم. كنقلبها ونقرص ليها دوك الجنيبات ديالها بكل سهوله، ما غاديش تعبي فيها. في الاول غادي تخدمي بشويه، لكن من بعد غادي تخدمي بالزربه اللي غتجيك ساهله ماهله. هذه اسهل طريقه في نظري ديال التشباك، وكتجي الورده فيها زويونه.
ودائما علموا البدايه ديالكم. كيف انا كتشوفوا حاطه طريف ديال العجينه باش نعرف اللاطه اللي بديت بها. وفي القليان يجيني ساهل نبدا باول شباكيه صوبت. وهذا السر الثاني باش تصدق لك الشباكيه، هو تبيتيها الليل كامل تتنشف، والغد لي عاد كتقليها. والقليان خاصك تقليها ما تحرقش ليك، يعني الزيت خاصها تكون سخونه في الاول، من بعد كتنقصي عليها الحراره حتى كتجربي بشي بالعجينه اللي حطيتيها كتجربيها. اي فوا كتسخن كتدفى لك شويه واحد الحراره كتجيك مزيانه ديال الشباكيه. ماشي غير نحطوا الشباكيه تلهب لينا، لا، خاصها تكون الزيت سخونه، ومن بعد شويه منخفضه الحراره ديالها. صافي كنقليها. ومني كنبدا نحرك شويه، كنحركها هي قد ما حركتي قد ما كتجعب وكتنفخ. كيف كتشوفوا هنايا بدات كتجعب ليا، كنحركها هكا. والزيت تكون شويه طالعه، ما تكونش غير شويه الزيت باش ما تحركش لينا. صافي كنحرك هكا بحركه دائريه، اما كديروا عود شي حاجه ديال العود، ولا هكا بحال هذه اللي كنحرك بها. ومن الزيت كنحطها في العسيله خصها تكون ثقيله، لكن تكون ثقيله باش تشد لينا في الشباكيه، ما تكونش خفيفه. هنا العسل في الاول كندفيه غير شويه باش ما يهرش ليا الشباكيه، لكن من بعد راه كيتقال كيلصق في الشباكيه ملي كيبرد. وباش تعرفوا العسل راه ناجح معاكم، كيف كتحطوا الشباكيه في هذه اللحظه كتسمعوا التشنشين في الزيت، كتسمعوا واحد الصوت كيخرج من العسل، ان عرفي تما راه العسل عندك صادق 100%. وهاد العسيله اللي درت هاد العام جات غزاله تبارك الله من السما، ويعني خاطره. وكنتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. والشباكيه البلديه، انا درت شباكيه بلديه، ولا بغيتو ديروها باللوز ممكن كتضيفوا 100 غرام ديال اللوز بودره في المقادير في الاول. ومصحتكم وراحتكم، ورمضان مبارك سعيد، ولنا لقاء ان شاء الله مع بشنيخه البنينه لذيذه الصراحه، جات كتحمق. وانا بصراحه راه سالات ليا رغم ان في بدايه شهر كريم. سالات ليا، غادي نعاود عجينه اخرى ان شاء الله. يلا مع السلامه.